خلينا نشوف شوية أسهم مهمة الأسبوع ده. مبدئيا عندنا كيما. هو في الاتجاه العام بتاعي على الفريم الكبير هو صاعد، ولكن في الفريم الصغير احنا هابطين. طيب امتى نقول ان كيما يحصل هبوط قوي او هبوط حاد؟ وده احتمال نادر جدا ان يتكسر عندي المنطقة دي، المنطقة السعرية بتاعة سعر 11. لو اتكسرت يبقى هيحصل هبوط قوي جدا في كيما، وده احتمال نادر قوي. فاحنا نقدر ان احنا نبص كده على الفريم الصغير. هو لا يزال في الفريم الصغير طبعا هابط عندي اهو، لا يزال فيه هبوط. طيب امتى الهبوط ده نتأكد ان هو خلص؟ لما يكسر لي سعر 14، ساعتها نقدر نقول ان الهبوط اللي عندي ده انتهى او خلص. طيب نشوف حاجة تانية. نشوف مصر كيميكال. عندنا مصر كيميكال نبدأ نقول ان احنا نشتري لما يكسر المنطقة السعرية دي. ده بالنسبة للفريم الصغير بتاعنا، الاتجاه العام صاعد فهو في شراء، ولكن احنا يكسر عندي القمة اللي هنا دي، ساعتها نقدر نقول ان هو هيكمل معايا صعود اكيد. لان في الوقت الحالي هو متذبذب في منطقة مثلث. خلينا نرسم مثلث كده نوضحه. انا عامل الفيديو ده كده تحليل سريع عشان في ناس بتسألني كتير قوي على التحليل، بقالي كتير منزلتش تحليلات. خلينا ارسم لكم المثلث اهو، قمة وقاع، ودي قمة وقاع، ده مثلث اهو. عشان الناس اللي بتحب الحاجة تبقى مرسومة يعني بدقة نصغرها شوية كده. ده مثلث اهو. فبكسر، مش عايز اقول بخروج السعر من المثلث لان السعر بيقعد يخرج وبتاع بتذبذب، مش عايزين كده نقول بكسر القمة دي اللي هو سعر 54. نقدر نقول ان هو هيبقى في صعود قوي. طيب نشوف التعليم. برضو الاتجاه العام صاعد، ولكن الفترة الصغيرة اللي جاية دي هيبقى فيها ممكن هبوط بسيط. يعني خلينا برضو نقول بكسر سعر 7 ممكن تاخد فرصة جيدة جدا في التعليم. نشوف PRCL. انا عن نفسي لو اشتري فيه اشتري مثلا عند سعر 14 ونص، عند كسر 14 ونص. هو عامل لي هنا نموذج تصحيحي الهبوط ده. مش هقدر اجزم هو هيخلص امتى، اللي ممكن يطلع شوية ويكمل هبوط. فانا بالنسبة لي الاكيد بتاعي لو كسر السعر 14 ونص يبقى ابدأ في عملية الشراء. لحد دلوقتي احنا مش لاقيين حاجة فيها فرصة شراء سريعة او جيدة. غاز مصر برضه هو خدوا بالكم كل ال الاسهم اللي انا جايبها دي اتجاه العام صاعد على فكره. انا كنت محللها قبل كده انها صعود، فعشان كده هي جاهزه عندي. اتجاه العام صاعد. غاز مصر كويس، هو كسر لي قمه كبيره قوي هنا وده تصحيح منها، يعني ممكن في فرصه شراء. ممكن خلال مثلا، يعني نشوف فريم صغير كده نحدد منه. يعني انا عن نفسي ممكن استنى انتظر عند 44 ونص، لو كسرها فانا كده معنى كده الهبوط بتاعي خلص. وانا يعني بنسبة كبيرة شايف ان هو خلاص اصلا الهبوط بتاعه خلص من دلوقتي، ممكن يبدأ رحلة صعود، ولكن التأكيد بتاعي دايما بيكون بكسر قمة. طيب نشوف EFG هولدنج. اهو بصوا، انا كنت محلل كل الكلام ده على ان هو صعود وهو فعلا صعد اهو. قلت بكسر الخط المايل ده كان هيحصل صعود، وفعلا الصعود حصل قوي.
بس انا ما افضلش عمليه شراء دلوقتي خالص بقى في اي اف جي، لان انا عندي هنا في قمه ما اتكسرتش، والسعر بدأ يعمل لي ديول شموع كتير قوي هنا، فمعنى كده انه ممكن يحصل شويه هبوط، ممكن يحصل شويه هبوط. فانا ما افضلش اي اف جي ان احنا نتكلم فيه خالص دلوقتي، هو خلاص يعتبر جاب الهدف بتاعه من التحليل اللي احنا كنا عاملينه. نشوف اي سي اي دي. ممكن بكسر 34 مثلا انت بتتكلم في صعود حبة حلوين. اللي بس بيضايقني من الجاب اللي بتحصل دي ان احيانا السعر بينزل يملى منها، فده اللي بيبقى قلقني بس شوية من الجاب. لكن المفروض ان هو التحليل بتاعه بيقول ان هو في عندي صعود بكسر المنطقة دي اللي هي 34، هيبقى فيه صعود. طيب نشوف نشوف مثلا ايه، نشوف سبيد. نشوف سبيد، احنا كنا ليه سبيد حلو قوي على على المدى البعيد، فخلينا نشوف سبيد كده عمل ايه. افتح اليومي. طيب انا سبيد بالنسبه لي اللي هياخده استثماره كويس جدا جدا جدا، ولكن اللي عايز يتاكد يعني ممكن كسر القمه اللي عاليه عندي دي عن سعر 55 قرش، ده هيبقى كويس جدا. قبل كده ممكن يقعد يهبط عليك شويه، ولكن هو على المدى البعيد، يعني خلينا نفتح الفريم كبير قوي كده ونبص على المدى البعيد. احنا عندنا في كسر القمة دي، والسعر اهو طلع فعلا منها ونزل يصحح تاني، فانا عندي فيه صعود. هو غالبا السعر هيمشي في قناة كده اهي، غالبا السعر هيمشي في القناة دي. فخلينا ننزل تاني على الفريم اللي احنا كنا عليه اهو. عشان كده انا بقول لما يكسر سعر 55، لان ممكن السعر يكمل شوية هبوط لحد ما يصطدم بقاع القناة دي، بالارضية بتاعت القناة دي. عشان كده انا بقول ممكن على فكرة تخش من 53، بس انا افضل يعني الاكيد من 55، ان هو هيبقى ساعتها صعود. نشوف النساجون الشرقيون. ما افضلش عملية شراء دلوقتي للناس اللي عايزة تستثمر. هو عالي خلاص، يعني انا شايفه عالي جامد قوي. لان انا عندي فيه هنا ممكن نستنى فيه. بصوا هنا يا جماعة، في عندي هنا نموذج راس وكتفين اهو، اهو شايفينه، ادي كتف وادي راس وادي كتف والسعر كسر. فانا افضل يعني ان انت تستنى يحصل تصحيح او هبوط هنا، وبعد كده يحصل صعود. فانت استنى اما السعر ينزل الاول عشان يكون لك هنا قناة اهي. خلينا نشوف اهي، قناة السعر يمشي جواها. فانا اعتقد ان هو ممكن ان هو ينزل شوية. اللي مستعجل وحابب يشتري دي حاجة ترجع لك. انا وجهة نظري ان انا لو هشتري حاجة زي كده استنى ان هو السعر ينزل لي مثلا عند 24 ولا حاجة على الاقل يعني. زهراء، نفتح اليومي كده. برضو ده كنا محلينه ان هو قناة وبكسرها هناخد صعود، وفعلا عمل اهو راس وكتفين اهو. ادي كتف وادي راس وادي كتف كمان، وكسر ورجع ارتد وصحح من هنا وطلع. انا شايف ان اللي عايز يشتري في زهراء هو دلوقتي مناسب، هو دلوقتي مناسب للشراء. يعني هو عامل لي قناة اهي صاعدة على اليومي. هنفتح الساعة ونبص بقى بصة اهو. هو ممكن ينزل له حاجة بسيطة او حاجة، وبعد كده يحصل عندك صعود. لو ما نزلش واتكسر 48 خلاص ممكن تشتري. ولو السهم نزل عليك بعدها حبة شوية ما تقلقش يعني، هو اتجاه عام عندي صاعد. الفريم الكبير عندي بيقول ان هو في مرحلة صعود. القمة دي كسرت اللي قبلها ودي كسرت اللي قبلها، القاع ده اعلى من اللي قبله وده اعلى من اللي قبله وهكذا. فانا عندي في اتجاه صاعد. وفي عندي هنا قمة
السعر ما قدرش يكسرها، عشان كده حصل الهبوط القوي اللي عندي ده. ده كمان بغض النظر عن الاخبار اللي حصلت الفتره اللي فاتت. فعندي قمه هنا، فطبيعي السعر ان هو يرتد من عندها، ولكن حتى لو السعر هينزل، عمره ما هينزل كل ده من غير ما يحصل تصحيح، اللي هو انت ممكن تكون جنيت فيه ارباح من السعر زي ما قلنا كده 48 ولا حاجه، ممكن يوصل معاك لحد 88 او 885. ده على الاقل قوي، لكن انا شايفه ان هو هيكسر كمان القمه دي، يعني السعر هيكسر القمه دي، خصوصا سهم زهراء يعني سهم قوي. والاتجاه العام بتاعه نشوف على الاسبوعي كده هتلاقيه ان هو في اتجاه صاعد اهو. خلينا نشوف كده على الاسبوعي اهو، في اتجاه صاعد قوي. فده تصحيح بسيط، بعد كده السعر طلع، حصل تصحيح بسيط، والمفروض ان هو السعر يكمل وبيصحح من على القمم دي. بصوا كده معايا، بصوا كده السعر جه صحح من على المنطقة العرضية اللي عندي دي. السعر خبط، عمل لي قمة وشوية قمم صغيرين وقمة تانية، بعد كده كسرها بقوة أو بزخم عالي جدا، في شموع فوليوم قوية أهي، وفي شمعة فوليوم قوية هنا تاني أهي. فبيقول لي السعر إن هو كسر، بعد كده نزل صحح، بعد كده في عندي رحلة صعود قوية. ان السعر يوصل لحد 5 ولا بتاع فجأة كده، ده شيء صعب جدا. او حتى ان هو يوصل مثلا لحد 76 ولا 96 ولا الكلام ده صعب، لان السعر هيكون لملك شوية ارباح الاول. ده على الاقل قوي هيكون جاب لك زي ما قلت لك، هيوصل لك للمنطقة اللي فوق دي تاني قبل ما يفكر ان هو ينزل. مفيش حاجة اسمها السعر ينزل كله مرة واحدة كده، الا لو حصل لا قدر الله كارثة او حاجة. يعني حبيت ان انا اديكم شويه حاجات سريعه كده، عشان بقالنا كتير ما نزلناش حاجه. تحليل سريع كده للحاله بتاعت شويه الاسهم اللي عندنا اليومين دول.